هل سألتِ نفسك قبل كده ليه برج السرطان اسمه سرطان؟ الاسم جاي من القشرة القوية حوالين السرطان نفسه، زي الإنسان اللي بيحمي قلبه بحذر من أي أذى، وكل مرة بيحس بالأمان بيقدر يفتح قلبه للناس اللي يستحقوا الحب والثقة. والسرطان مش بس عاطفي، لكنه حساس جداً وبيلاحظ كل تفصيل صغير حواليه، من نظرة عيون الناس لحركة إيدهم وحتى طريقة كلامهم. بيعرف يدي من قلبه بحكمة وحنية وبيعطي دون مقابل، وده السبب اللي بيخلي أي علاقة معاه عميقة ومليانة دفء وصدق. لو عايز تعرف أكتر عن نفسك وطريقتك في الحب وحياتك العاطفية، خليك معايا للنهاية. وقبل ما نكمل، اعمل لايك واشتراك دلوقتي، لأن ده بيساعد القناة ويساعدني على الاستمرار. السرطان بيهتم بكل التفاصيل الصغيرة حواليه، من ترتيب البيت لاختيار الألوان وحتى الطريقة اللي بيجهز بيها أكله، وحرصه على نظافة المكان وتنظيمه. وده كله مش مجرد عادة، لكن طريقة ليحس بالسيطرة على حياته ويضمن راحته وراحة اللي يحبهم. بيحب يدي من قلبه، وبيخلي بيتك ووقتك مع اللي تحبهم أولوية في حياته اليومية. وفي نفس الوقت ساعات بيتجاهل احتياجاته الشخصية عشان يركز على راحة اللي يحبهم ويخليهم مرتاحين، سواء كانوا أهل أو أصدقاء أو شريك حياة. وده سر قوته العاطفية وسر احتياجه للسلام الداخلي، وده اللي بيخلي السرطان كائن حساس لكنه واعي جداً ببيئته وبمشاعره ومشاعر الناس حواليه. السرطان دايماً عنده طريقة بيراقب بيها العالم حواليه، يلاحظ الحاجات الصغيرة اللي غيره ما ياخدش باله منها، سواء كانت ابتسامة طفيفة، حركة، أو كلمة صغيرة، وبيخليها ذكرى مهمة في قلبه وذاكرته. وده بيخلي أي علاقة معاه عميقة جداً، لأنها مبنية على الانتباه والحنية والتقدير لكل التفاصيل. وده كمان بيخلي أي شخص حواليه يحس إن وجوده مهم ومقدر، وبيخليه قادر يتعامل مع أي موقف اجتماعي بحكمة وهدوء. وسواء كنت راجل أو ست، عندك القدرة تعيش حب بدون شروط، وحنو إلهي يخلي كل الناس حوالينك يحسوا بالأمان. السرطان يعرف يدي من قلبه بحرية وحكمة، مش بطريقة متطلبة أو خانقة، لكن بطريقة صادقة وصافية. وده بيخلي أي علاقة معاه متينة ومليانة احترام وتقدير، وبيخلي اللي حواليه يشعروا بالثقة والطمأنينة. ولو أنت سرطاني أو عندك برجك الطالع سرطان أو القمر في السرطان، ده درس حياتك. تسمح لنفسك تعبر عن مشاعرك بحرية، تحب من غير خوف، وتعيش طاقتك الحقيقية من غير قيود. وتقدر تستخدم حدسك القوي وحنانك لتبني علاقات صادقة ومستدامة في حياتك. ليه السرطان ساعات بيتراجع أو ينسحب في العلاقات؟ ده مش لأنه مش مهتم، لأ، السرطان بيحمي نفسه وبيفكر قبل ما يتحرك، بيقيم الموقف كويس، ولو حس بالإهانة أو أي شعور بعدم الأمان بيرجع لنفسه على طول. وده جزء من قواته الداخلية، لأنه بيتعلم يتحكم في مشاعره ويحافظ على قلبه. وده اللي بيخلي الناس أحياناً تفتكر إنه متلاعب أو بارد، مع إن الحقيقة إنه حساس جداً وما بيحبش يتسرع في أي خطوة عاطفية. وده بيخليه يبني علاقاته بطريقة متوازنة وعميقة ومستدامة، وبيخلي أي رابطة معاه أقوى ومبنية على الثقة والاحترام. السرطان مش بيحب كتير، بس لما يحب حد بيختاره بعقله وقلبه وروحه، وبيفتح له كل مساحة الأمان اللي جواه. العاطفة عنده صادقة ومخلصة، وبيستمر يحمي ويهتم من غير ما يطلب مقابل. الحب عند السرطان مش لحظة عابرة، ده رحلة طويلة واهتمام مستمر. وكل تفاصيل العلاقة الصغيرة، سواء كانت كلمة لطيفة، اهتمام بالصغيرات، أو مجرد نظرة حانية، بتخلي العلاقة قوية وثابتة ومليانة دفء. مرات ممكن تلاقيه بيتأمل في تصرفاتك قبل ما يتكلم، يحاول يفهم دوافعك وأفكارك ونواياك الحقيقية. وده بيخلي أي نقاش أو موقف بينكم أكتر وضوح وأقل احتمال لسوء تفاهم، وبيخلي العلاقة متينة أكتر، لأن السرطان عارف كويس إن التفاصيل الصغيرة هي اللي بتصنع الثقة. وده اللي بيخليه صبور وواقعي في الحب، وبيدي لكل شخص حواليه فرصة حقيقية
إنه يحس بالأمان والراحة، وده جزء من قوته الكبيرة، الجزء اللي يخلي أي علاقة معاه مختلفة، لأنها مش مجرد عاطفة، لكن تجربة حياة مليانة وعي وحساسية وحنية وصدق. أما البيت بالنسبة للسرطان فهو مش بس مكان، ده المعبد اللي بيشحن فيه طاقته، المكان اللي يحس فيه بالأمان ويقدر يعبر عن نفسه بحرية وبراحة تامة. السرطان بيعتبر البيت مساحة مقدسة، لأنه بيقدر هناك يتحرر من ضغوط العالم الخارجي ويعيش على راحته ويخطط لكل تفاصيل يومه. لو بيتك مرتب ونظيف هتحس براحة غير طبيعية، والطاقة حواليك هتخليك قادر تتعامل مع الحياة بسلام وهدوء. أما لو البيت فوضوي، السرطان بيحس بعدم الراحة، وده بيأثر على مزاجه وحياته كلها، من أول شغله اليومي لحد نومه وراحته النفسية. السرطان بيهتم بالتفاصيل الصغيرة، من ترتيب الأثاث لاختيار الألوان، وحتى طريقة المطبخ واختيار الأدوات بعناية، وبيحب يكون كل شيء مرتب بطريقة تعكس شخصيته. ومن يحبك هيفهم قيمة المكان اللي بتحميه وبتعتني بيه، ويقدر حساسيتك وحرصك على الراحة النفسية للكل. السرطان بيحب اللحظات الصغيرة والمميزة، سواء كانت عشاء تحت القمر مع شريك حياته، مشي هادئ على البحر، قراءة كتاب مع كوب شاي، أو أي تفاصيل بسيطة تترك أثر وذكريات جميلة. بيلاحظ كل حاجة، ابتسامة طفيفة، حركة أو كلمة صغيرة، وبيخليها الذكرى مهمة في قلبه وذاكرته، وده بيخلي أي علاقة معاه عميقة ومليانة دفء واحترام وحنية حقيقية. أهم حاجة تحافظ على شعور الأمان للسرطان، لأنه لو حس بالأمان الحب يكبر ويكون صادق ومليان احترام وتقدير، وهيساعده يكون أفضل نسخة من نفسه، ويقدر يدي ويهتم بحرية وحنان من غير خوف. ولو لسه معايا اعمل لايك كمان واضغط على زر الجرس، ويلا بينا نكمل. هل خطر لك ليه السرطان ساعات يظهر متحفظ أو متحكم؟ ده مش غرور، ده حماية لنفسه. أي شعور بعدم الأمان ممكن يخليه ينسحب، لكنه مش ضد الحب، هو بس محتاج يضمن إن مشاعره محمية. الدخول لقلب السرطان بيحتاج صراحة ووضوح واحترام للمساحة اللي محتاجها، ولما يحس بالأمان هيفتح قلبه بالكامل ويشاركك كل التفاصيل الصغيرة اللي بتهمه. الجانب المظلم للسرطان ممكن يظهر لما يكون خايف أو متوتر، ساعات يتصرف بطرق غير متوقعة، لكنه دايماً بيحمي نفسه. السرطان بيتعلم من التجارب وبيحول المواقف الصعبة لقوة داخلية. كل خوف أو قلق هو فرصة يتعلم منها ويعيش حياة متوازنة وعميقة، وده اللي بيخليه شخصية جذابة ومتوازنة لما يعرف حد حقيقي يحبه ويثق فيه. السرطان كمان مع رحلة الحياة بيتعلم يبني جدار الأمان جواه ويعيش الحب بحرية، وده بيخليه يتعامل مع علاقاته بطريقة صادقة وناضجة. لما يحس بالأمان ويقدر يعبر عن نفسه، حياته كلها تتغير، ويقدر يكون أفضل نسخة من نفسه، ويكون مصدر إلهام للناس حوالينه. وكمان بيبدأ يلاحظ تفاصيل الحياة اللي حواليه بعمق، من طاقة الناس للطبيعة وحتى اللحظات الصغيرة اللي تمر، وده بيخلي أي قرار يتخذه فيه حكمة وقوة غير متسرعة. وكل مرة بيشارك حبه واهتمامه مع الناس اللي حواليه بيتعلم أكتر عن نفسه وعن حدود قلبه وقدرته على الحب، وده بيخلي كل علاقاته أقوى ومليانة احترام وصدق. خلي بالكم من نفسكم، وأشوفكم في الفيديو القادم.